انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغضب ربنا. حب في الزنزانة. هدير عبد الرازق جالها العوض أول ما اتحكم عليها بالسجن سنة، وهي واقفة في القفص قابلت أكبر تاجر مخدرات وسلاح في مصر، وكان هو كمان بيسمع الحكم اللي عليه. وهدير كانت تعبانة وهتقع من طولها، راح ادالها علبة عصير وقال لها معلش دي سنة وهتعدي. هدير شكرته بعد ما شربت العصير والاتنين مشيوا. لكن اللي حصل لتاجر المخدرات ده انه وقع في غرام هدير من أول نظرة، وطلب من المحامي بتاعه انه يحاول يعرف معلومات عنها عشان ناوي يكتب عليها في السجن، ولما الاتنين يخرجوا هيجيب لها احلى فيلا في مصر ويعيشوا سوا. وفعلا المحامي بتاعه وصل لها واتكلم معاها. هدير زعقت فيه وقالت له انا في ايه ولا في ايه، سيبوني في حالي بقى، انا مستقبلي ضاع. لكن المحامي قال لها اهدي يا هدير، مستقبلك ما ضاعش ولا حاجه، انت ربنا بيحبك، انا ممكن اجيب لك براءه او اخفف لك الحكم، انا من اكبر المحامين في البلد، واللي طالب يتجوزك ده مستعد يدفع من 1,000,000 ل10 مليون علشان تخرجي. هدير فكرت في الكلام وحست ان ربنا بيعوضها عن كل حاجه وحشه حصلت لها، وفعلا هدير اقتنعت وقالت للمحامي انها موافقه بس على شرط واحد، انها تخرج من هنا وما يكونش في كتب كتاب غير لما تاخد البراءه وتطمن على نفسها، ووقتها هتيجي زياره للشخص ده ويتفقوا على كل التفاصيل. وسالت المحامي هو يعرف انا مسجونه ليه؟ رد المحامي وقال لها هو مش عايز يعرف اي تفاصيل عن حياتك قبل كده، وبيقول انكم هتعيشوا حياه جديده، وانه ناوي يتوب عن الغلط اول ما يخرج من السجن ويبدا معاكي صفحه جديده. هدير وشها اتحول لقلوب لما عرفت ان الشخص ده مش مهتم بالماضي بتاعها، وحست انه راجل متحضر وهتعيش معاه سنين عمرها في سعاده. المحامي وصل كلام هدير للموكل بتاعه وقال له انها موافقه لكن ليها شروط، وموضوع براءتها ده هو مهرها. الشخص ده قال له اعمل لها اللازم وخرجها من المشكله اللي هي فيها مهما كان الثمن، ولو عايز تجيب معاك محامي كبير اعمل كده وما يهمكش الفلوس، لو عايز تجيب مرتضى منصور يترفع عنها اديله اللي هو عايزه وخليه يجيب لها البراءه. المحامي قال له مرتضى منصور لا يمكن يوافق يترفع عنها، وهنا الشخص ده اتصدم وقال له ليه هي مسجونه بسبب ايه؟ المحامي قال له مش انت قلت مش عايز تعرف؟ الراجل ساله قول لي بس مسجونه ليه وايه اللي يخلي مرتضى يرفض يدافع عنها؟ المحامي قال له انها مسجونه بسبب فيديو فاضح اتسرب لها من على تليفونها وكانت مع شخص وظهروا سوا زي المتجوزين بالظبط. تاجر الممنوعات اتصدم وقال المحامي وفعلا الراجل ده كان جوزها. المحامي قال له هي بتقول كده وكمان طلعت وثيقه الجواز لكنها اتسجنت بسبب نشر الفسق والفجور. الشخص ده قال للمحامي برضه خليك واقف جنبها، حتى لو انا غيرت رايي انا عايز اساعدها لاني حبيتها من اول ما شفتها، وانا عمري ما حبيت ولا عرفت يعني ايه حب، لكن البنت دي خلتني اكون انسان تاني من اول ما شفتها. وفعلا المحامي ده قرر ان يمسك قضيتها، وهدير شكلها هتاخد براءه في الاستئناف اللي جاي.